حدثنا في خصوص الفيديو تاع قناة رؤيا ولا الحصة تاع قناة رؤيا. قناة رؤيا أولا صديقة إلي من قديم الزمان، خويا عبد الحق المخرج صديق ومدارين نخدموا أنا وياه ونعالجوا مشاكل بزاف أنا وياه. الصحفية كانت تسأل بكل جراءة، ما قطعتنيش قاعدتك، وكانت بنت فاميليا يعني كانت تخدم في خدمتها، وكاين بزاف الناس اللي ما يقدرش يسقسيني هكذا باش ما نريبونديلوش انا هكذا، وطحت بزاف في بلاطوهات وسياو يسكتوني باي طريقه، ما قدرتش نبلغ الميساج. علاش؟ بس كاين ناس اللي تكذب لاغراض شخصيه، لفكر شخصي، لتوجه شخصي، يقول باللي شباب راهم ملاح، الناس راهي توفا بيان، والناس ما تحمدش ربي، راك فاهمني؟ ويقعد هو عايش المعيشه هذه، يقعد هو عايش لاباس وبخير باش يكون وسيط برك. دونك تحياتي للصحفيه، تحياتي للقناه، وتحياتي للشعب الجزائري، وان شاء الله هذه المواضيع اللي ناقشناهم نلقاو لهم حلول، نبداو نعالجوا الادمان على المخدرات، نبداو نعالجوا الهجره الغير شرعيه، باش بالعمل لازم يتنفس الشاب الجزائري. لازم الكوكوطه كي تكون مغلوقه يفتحها تبدا تتنفس، نخليوه يتنفس شويه، نخليو اللي في عمره 40 سنه هو اللي يهدر على الجان الالجيريا، ماشي اللي في عمره 60 سنه. كي تقول لي 20 سنه تقول لي مازالو صغير، نقول لك 30 سنه تقول لي يكون في روحه، 40 سنه كي يكون لا دار لا دوار يقدر يهدر. هذا ما كان. ما تحيا الجزائر والمجد لخلود شهدائنا الابرار. وانا راني نهدر هنا في طريق الإنسانية وعن طريق القانون، يعني ما عندنا حتى حاجة خلفيات اللي رانا نتبعوا فيها، نتبعوا في بلادنا باش نعيشوا حنا آلاز، ويعيشوا ولاد بلادنا آلاز، وكي نخرجوا آلاز ما نخرجوش نشوفوهم يتقاتلوا بالاسلحه البيضاء، ولا كاري طونوبيل تنسرق لك، ولا تخرج تلقاهم مستفين عند السور ما كاش خدمه، ولا نسمعوا 50 بوطي خرج، ولا نسمعوا ماتوا في بلاصه الفلانيه، ضربوا في بلاصه الفلانيه، غرقوا في بلاصه الفلانيه. لا، لكل شرائح المجتمع وكل راع مسؤول عن رعيته. واش عطاو لك مسؤوليه؟ اخدمها باتقان، بوطنيه، بروح المسؤوليه، ولازم تمثل نفسك قبل ما تمثل المؤسسه اللي راك تخدم فيها. عائلتك لازم تكون ابن عائله، وبعد تكون ابن المؤسسه باش تكون ابن الوطن، لانك وطني، خدمت بلادك بقلبك ماشي بجيبك. السلام عليكم.